رايك يا فنان؟ من باب العلم بالشيء بس، رايك في الناس اللي بتقول ترند وهختفي؟ ترند وهختفي. لوشا دخل قلوب الناس من غير ما يخبط. لوشا بيحب كل الناس حتى اللي بيغلط فيه. لا لوشا في حتة تانية خالص. اخويا جودة. بس لوشا عسام. لا لا لا، سيبوكم الكذب ده، ولا ترند ولا شهرة. انا بستر ربنا ودعوة امي كسبان. هم عايزين نبطل بس انا مش هبطل، والايام ما بينا. انا بجري في الدم عشان حبي للناس، فمش خايف من حاجه، ولا ترند ولا كده. امين ابو اسكندر، الله صباح الفل. انزل يوم انت جابت مين حكوك؟ طب انزل بقى حكوك. ولا عشان راجل كبير هتعملوا كده ولا ايه؟ اخلص حبيبي يا كبير، هتسيب المكنه. حبيبي يا مش كبير. هتسيب المكنه. خد بقول لك المكنه فتحت مني انا وابويا هنا اهوت. طب ايه ده فين؟ هنا اهو. تعال. لا حول الله. بس اللي هيستعبط هيتخرب. الرجاله اللي مش عسابت تجي لي هنا كده اخلص. معلش يا اخويا، احنا في منطقتكم وبلاش تعملوا معانا الغلط. تقعد انتوا غربة وجايين هنا بلد ترفعوا مكنه، هتتقطعوا وهيتداس على وشكم. بس انا مش هعمل معاكم كده، انا هسلمكم. خليك واقف واثبت انت وهو. اخويا بلاش تسليم يا اخويا، احنا دلوقتي اخوات ربنا بنجري على ربنا، وانت راجل على السداد. اللي انت شايفه احنا هنعمله. تجروا على امهاتكم، عيب على الرجل اللي شايلهم. تدفع مكن بطل يوم. انا الاكل اللي انتوا جبتوا سيره الام بس. انا مش هسلمكم بس ورب العباد لو شفتكم في الارض دي تاني مفروض. يلا غير زفت شكر. صباح الفل. ركبوهم يا رجاله. الحمد لله ربنا قدر ولطف. محتاجين اي حاجه يا رجاله؟ حسني يلا ادخل يلا. اللي جابك يا سعيد؟ داخل مع اخويا الكبير يحل معاه لوش. طب ورب العباد يا سعيد، الدم يجري في عروقك، دماغك تشتغل، انك تيجي مع العيال في خيانه ورب الكعبه لحسبك. على الدغري يا لوش، انا كنت جاي مع الناس دي في خيانه. التوك توك جه ما جاش، الناس دي ما كنتش هحل معاها. بس الاكل عين تكرم الف عين. انا هخش مع اخويا الكبير ومش هفتح. يا عم ماشي، وانت ما تقعدش تحرك ايدك كده كل شويه. بلاش النهارده زفت لوشه. ما انا بحبك يا عم لوشا. يا عم ولا كمان معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتاخرت عليا يعني. انا جيت لك زي ما وعدتك اشوف طلباتك ايه. طلباتي هيجيب المكن شيل تحت رجل الواد زي ما رفعوا الواد الصغير. لو كان حد كبير ما كنتش كلمتك ولا قلت لك يشيلوها ولا يعملوها، لكن انا ورب العباد نجيب حق كسرة نفس الواد. جاي الكلام ده؟ قلت عشان اخويا بلاش شلت المكنه دي. ما يشيلوش المكن. وانت عشان اخويا هاخد وانت معاك في الكلام. لو ابنك تقطع عليه، ولو ما حلوش هيتحبسوا. خلاص يا لوشا، انا هخلص لك الموضوع ده. امين يا ريس. بصوا بقى يا رجاله،
انا لسه جاي من عند لوشا وسايب البلد ولا نار وراسه الف سيف. زي ما رفعت التوك توك من الواد التوك توك يرجع مرفوع. يعني إيه الكلام ده يعني يا ابو اسكندر؟ هنشيله له يعني؟ ما هو يا اما كده يا اما تتحبسوا. حل يا سفاح. نحل يا جوده، سألنا على الواد طلع مظبوط يا جوده. نزل يا عم، ادينا شلناه. برضه يا لوشا؟ مرضي يا جدعان. مرضي يا عم. برضه يا عم ملوش، ربنا يستر عليك الدنيا ورا. مش عارف اقول لك ازاي. خلص انت عبيط يالا. المرة الجاية لو عملتها هديك 100 قلم على وشك. ما تعاليش يا نفسي. طب خد، طب هقول حاج عليا هقول ولا شفتك هتترى سعيد هتترى ابن لوشا. خلاص يا جدعان. فين يا شيك؟ في راجل قال لي هديك 100 قلم على وشي. مين ده؟ تعال. تكون افهم ورب تكون ما اعرف النبي. ايه ده؟ والله العظيم يا لوشا ما اعرف النبي. الزم الصمت. اسمع الكلمتين اللي هقولهم لك. اوعى ذكائك يخونك انك تيجي معايا في حكايه احطك في روايه انت مش قدها، وهكسر بنفسك وانت عارف ان انا هنفذ. امين؟ امين يا اسطى، بس يعني انا اعرف ان ابنك يعني وهضربه يعني. يا لوشا اللي انت بتقوله ده. انت كده كده هتنفذ اللي هقوله لك، يرضاك او غصب عنك، وانا هقول لك ايه اللي يرضيك. يا علي يا اسطى، انا عارفه العيال بتوع دولاب التراب، عشان ما تقوليش صحابنا ولا مش صحابنا. امين؟ انت بتنكش على اي نوش يا لوشا. انت اللي عليا. ايه لوشا معاك يا اسطى. يا لوشا؟ كنت عايز منك كرتون عشان مش معايا شغل. تعالى لي على الدولاب. هجيلك يا عبد الله اخويا. يلا. انت ساوقينه. اخويا لوشا. يا سعيد الحمد لله. ارجع يوه، اديها لك في رجلك. الشغل فين؟ اتكلم. ايه الخيانه دي يا اسطى؟ خيانة دي يا اسطى وانا متجوزك؟ اخلص. الحاجة فين؟ اديله حاجة يا سعيد. وركب بس مش خالصه. سلام. كولي بتشتم بسببك. خير، افتح افتح. ابو اسكندر عم تايسون. خلينا نخش. عم تايسون اتفضل. انت واقف ليه؟ اقعد. يا عم تايسون. يا ابو اسكندر. بص يا لوشا، انا عارف ان جوده تعبك وعشان خاطري تقف مع عم تايسون وبنته. لله لله. يا لوشا، جودة بعد الانفصال عن بنتي عايز ياخد العفش. يا ابو اسكندر، وده برميل ماشي على الارض، دماغه ما بيفهمش، هخسره والله. وعلى العموم يا عم تايسون انا هكلمه لك دلوقتي. ايه يا جودة؟ بص انا مع اني زعلان منك من المره اللي فاتت، بس انت اخويا. جودة انا عارف ان الموضوع ده موضوع نسب. انا عم تايسون عندي هنا وابو اسكندر عايزني اخش في الموضوع. امين مش عايزني يقول لي دلوقتي، بس هتيجي فرضاني، ومش عايز دماغك التعبانه دي. عايزين نحل. ها؟ وانا مستنيك. يلا.
واحد بيقول يا لوشا. ايه رايك في الدخله؟ بديناها اهو عشان بس تعرفوا. احنا معاك اهو يا اخونا لوشا. بص يا سفاح، انت عارف انت اخويا بره اي كلام. خلي بالك يا اسطى، لو اتصلت بيك قلت لك تعالى فرداني مع احترامي لاخويا، عشان ده موضوع ايه؟ في نسب وفي بنت ناس. انت برضو بتحطني في قصص على بوره، برضو مصمم. بس عادي. امشيه يعني يا لوشا؟ لا ما تمشيهوش، انت هتحطني في غلط. خلاص. بص يا جوده، دلوقتي انت كنت متجوز واحده بنت ناس، خرجتوا بالمعروف، طلقتها، ما حصلش بينكم نصيب، تاخد حاجتها يا اسطى طالما انت اللي مخلص، انت اللي عايز تطلق. عارف حتى هي لو هي اللي سايباك تاخد حاجتها، ده حق ربنا. وانت قلت لي اقعد في القعده، هتقعد ترغي وتقعد تقول لي مش عارف ايه، براحتك. ها يا ابو اسكندر، ايه اللي يرضيك انت وعم تايسون؟ اللي يرضي عم حسني وبنته يرضيني. وانا اللي يرضيني اخد حاجه بنتي وكل واحد يروح لحاله. ها ايه رايك في الكلام ده يا جوده؟ بص يا عم لوشا، انا هديهم الحاجه بس بعد كده انت مالكش فيه. هات واحده يا جوده. هو ايه اللي ماليش فيه؟ انت دخلت دخله وعدتها بهزار، وجاي وقت قاعد في وسط الناس الغريبه قاعد بتاكل. هفهمك غلط، هتشوفني هشوفك، مش هتشوفني ورب اللي خلق الكون ما هعتمدك. انت شايف كده؟ ماشي. انا هاخد الحاجه من الشقه والناس دي تخصني. يا ابو اسكندر، خسرت بقى يا عم تايسون. معلش يا لوشا.